تعالوا نفتح على الفسيخ سوا. بس قبل ما نفتح ان شاء الله على الفسيخ صلوا على النبي واعملوا لايك للفيديو ومتابعة لو لسه مش متابعيني، او اشتراك لو لسه مش مشتركين عندي. صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. تعالوا نفتح بقى الفسيخ. مبدئيا كده اول ما بفتح الكيسة مفيش اي روايح، مفيش اي حاجة، ريحة جميلة، ريحة سمك عادية جدا، مفيش اي ريحة شاذة، ريحة تضايق، ريحة نقول اف او نقفل مناخيرنا ويا لهوي ده بناكل فسيخ النهارده والبيت كله ريحة. ابدا والله الريحة حلوة جدا. ده طبعا بفضل ورق اللوري والفلفل الاسود اللي حطيناه في النغاشيش واحنا بنعمل الفسيخ. صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. بصوا السمكة شكلها نظيف ازاي، وكمان يعني حلوة وشكلها مش دايب اللي هو سمكة طرية جدا متحللة، لا دي سمكة كده محفوظة بالملح بطريقة صحية وطريقة لذيذة جدا. كمان الطعم لما دقته بعد الفطار الملح مظبوط جدا. طبعا انا هنضفه ورا الكاميرا علشان طبعا لو في ناس بتقرف وكده. عموما المضمون ان احنا بنخليه وبننضفه يعني من الشوك ومن البطن والكلام ده. حطيت عليه شوية زيت بعد ما حطيته في العلبة. طبعا انا هدوقه بعد الفطار. ولما دقته بعد الفطار بصراحة الملح مظبوط والطعم جميل والريحة حلوة والسمك محفوظ بطريقة صحية ونظيفة. ان شاء الله جربوه. الفيديو عندكم هنا على القناة لو حابين تعملوه قبل العيد. ولو عجبكم الفيديو والمحتوى مفيد ياريت تعملوا لايك وتعليق حلو منكم ومتابعة لو لسه مش متابعيني. بحبكم جدا في الله. كل سنة وحضراتكم طيبين. مع السلامة.